إسماعيل بن أبي حكيم شيخ الإمام مالك، وممن يروي عنه مالك في الموطأ، وكان نديما ومقربا من عمر بن عبد العزيز، بل وزيرا من وزرائه. أرسله يوما من الأيام عمر بن عبد العزيز إلى القسطنطينية لفداء الأسرى الذين كانوا عند الروم، فذهب، ولما وصل القسطنطينية خرج يوما في شوارعها وهو في بلاد الروم، الكل هناك أعاجم، لا أحد يتحدث الفصحى، فسمع رجلا في السوق وهو يقول: أرقت وغاب عني من يلوم، ولكن لم أنم أنا والهموم، كأني من مخافة ما ألاقي إذا ما أظلم الليل البهيم. سليم يعني لديق، سليم غاب عنه أقربوه وغادره المداوي والحميم. قال: فجئت إليه وقلت: يا رجل ماذا تصنع هنا؟ قال: أنا الوابصي الذي أخذ فأسر ففتن عن دينه فافتتن. قال: فقلت له: أبشر، قد أرسلني أمير المؤمنين لفداء الأسرى، وما أحد أحق بالفداء منك ما لم تكن قد بطنت في الكفر، يعني ما لم تكن قد الكفر في قلبك مستحكم. قال: قد والله بطنت فيه، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فارجع فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا. قال: يا رجل قد تزوجت امرأة منهم ولي منها ولدان كالقمرين، أفأرجع ويقال لي يا زوج النصرانية ولي أبنائي نصارى؟ والله لا أرجع. قال: قلت له: فأين القرآن الذي كنت تحفظه؟ قال: أشهدك الله أني لم أعد أحفظ إلا قول الله: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هكذا الثبات نعمة من نعم الله.